أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء لنستضيف فيه المشكلة والحل. نستضيف اليوم الرئيس السابق أو الرئيس الحالي أو الرئيس ما أدريش أو الرئيس المفوض صلاحيته أو الرئيس الراقد عبد ربه منصور هادي. أهلا وسهلا بك. حياك الله. تقدر تقول الرئيس المنتخب من قبل الشعب المفوض صلاحياته للمجلس الرئاسي. الرئيس المنتخب المفوض صلاحياته، جميل جدا. إذن السؤال: كيف حصل أن الرئيس منتخب انتخبها الشعب يقوم يسلم السلطة هكذا في ليلة وضحاها وكأنك خذلت كل من انتخبوك؟ هي تحصل. أنا استدعوني قالوا يا عبد ربو تعال عشاء. قلت أتعشي وارجع أكمل التخزينة. وصلت شفتوا الناس كلهم مش معقول كلهم يتعشون. جابوا لي ورقة. قلت يا جماعة ما يصلح الحساب، يعني ما يصلح قبل العشاء، يكون الحساب بعد العشاء، وبعدين أنا معزوم كيف أدفع الحساب؟ صح. جابوا لي الورقة، شفتوا الورقة هذه، قلت يعني الورقة أنا أعرف الورقة يعني حق الحساب المطاعم يعني كيس غيره. وبعدين أنا ذكي، كانت جدتي تقول يا عبد ربو أنت ذكي الله يسامحها. وبعدين أخذتها قلت هذه مش ورقة حساب يعني العشاء، هذه ورقة كبيرة. ايش طلعت الورقة هذه؟ تفويض. قالوا يا عبد ربو احنا نشكل مجلس رئاسي وانت توقع على الورقات وفوضهم بصلاحياتك. يعني بكل بساطة كذا جابوا لك ورقة وقعت وخلاص؟ يا أخي عشان يقربوا، عشان الناس يشتوا يتعشوا، وأنا الغات حقي جاهز اشتي تعشي لأني ما أقدر أخزن لو المعدة مليان. طيب أنت بهذا التفويض أنت خذلت شعب كامل وسلمته للمجهول. هم قالوا لي يا عبد ربه خلنا نجربهم. جربهم؟ هذا شعب وبلد، هذا مشوف حقل تجارب، وكل واحد يجي يحكم 10 سنين 20 سنة وبس بيجرب. يا أخي انتوا كنتوا تقولوا عبد ربه فاشل، وانت يا رب أول واحد كنت تقول هذا الكلام. كان عندك شك ولا حاجة؟ في واحد قال غير هذا الكلام يعني؟ جدتي كانت تقول يا عبد ربه انت ذكي. أيوة، يعني نكذب الشعب كله ونصدق جدتك. أنا لما انتخبني الشعب رئيس لليمن أخذت العلم ووعدت من يرفعه على جبال مرة. صحيح. وهذا حلم كنت أحلمه، ومن حق أي مواطن حتى لو ما يكون رئيس أنه يحلم. صحيح. بعدين صحيت من الحلم. صح يا أخي أقول لك ما سمحوا لي يرفع العلم، لكن الثمانية ذول اللي في وسطهم يعني بدل ما يقوموا بواجبهم ويعني تجاه الوطن ويحققوا ويرفعوا العلم، بالعكس سقطوا العلم في عدن، في المهرة، في حضرموت، في سقطرة. يعني غلظك الله من الفاشل. هو كله فشل، بس انه بس تتنافسوا من الافشل اكثر. يعني انت جنوبي، رئيس جنوبي سلم الشمال، ورشاد الان شمالي سلم الجنوب، يعني ما فيش فرق. على الاقل كان عندي هدف اني اروح باليمن نحو التقدم والتطور والتحضر، لكن الثمانية عملوا العكس، راحوا باليمن نحو التقسم والتمزق والتشطر. طيب خلينا من التقدم. ما دام بتشوفهم بهذا الفشل ليش فوضتهم وليش سلمت السلطة؟ يعني أنت تتحمل فشلهم لأنه أنت اللي سلمت السلطة، يعني ولا معروف أنه يعني إذا كثر الطباخين فسد المرق يقولوا. ليش سلمت صلاحياتك؟ تمام، ما قلنا شيء، والإنسان هو يغلط، خصوصا له جاوع معدته فعلا، لكن حذرتهم قلت لهم يا جماعة الأسماء اللي قلت وفوضهم نصهم يشتغلون في الشرعية وعندهم جوازات لدولة أخرى. ووصلوا إلى كلام عبد ربه. النتيجة كانت معروفة وهو الفشل. صراحة قنعتني، بس ما دامهم هكذا فعليا هم نصهم عندهم جوازات لدولة أخرى، وأيضا ما كانوا معترفين بالشرعية، وبعضهم مش معترف باليمن أساسا. يعني ليش سلمتهم؟ وهل أيضا ممكن تسحب تفويضك منهم؟ مش أنا قلت لك إن جدتي كانت تقول يا عبد ربه أنت ذكي. أنا اللي فوضتهم وأنا اللي أقدر أسحب التفويض، ومكتوب في التفويض أن الثمانية إذا قاموا بعمل يمس سيادة اليمن ووحدته ويخالف القانون والدستور اليمني أقدر أسحب التفويض منهم الثمانية وأقول لهم اطلعوا برا الباب يفوت جمل وارجع أنا ثاني رئيس. كيف ترجع أنت؟ يجربوني.
يا الله نرجع للتجارب هذا يا أخي. أنت بالذات قد جربوك الناس، وخليني أكون صريح معك، الناس لن يتفاءلوا ولن يتحمسوا لعودتك، خلاص يعني قد جربوك وما فيها الكفاية، وأيضا يعني خلوا مجال للآخرين، للشباب وللكذا. البلاد تحتاج قيادات شابة، أنت خلاص آخر عمرك وخلاص مشغول فيصل علوي وقات وشوية، خلاص ليش عاد؟ إذا بتعمل الحاجة فوض ناس أكفاء جدد، مش زي الأول الثمانية ولا الذي ما دريناش من الغريب. يا أخي أقول لك اليمن مش عقيمة، اليمن ولاده وفيها ناس شرفاء وطنيين. وقد قال جدتي خلاص بس جدتك خلاص، الله يرضى عليك وعليها. مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر قبل ما تطلع جدته لي الضغط. لحظة قبل ما تختم، ايش باقي؟ اشرح للناس يعني قصة خروجي من صنعاء. هذا الناس قد عارفين، قد شرحتها 1000 مرة وما فيش معك إلا هي بدأ يحكي خلاص. في تحديثات جديدة للقصة عاد أنا ما ذكرتها. احنا كنا نشتي نعرف كيف ترجع صنعاء، مش كيف خالفت. ألقاكم على خير. هيا قوم أروحك.